يا صباح الفل، عاملين ايه؟ قلت ابتدي بقى معاكم اليوم. لسه جايه من بره، حتى ما غيرتش هدومي، بس قلت اشرب كوبايه شاي. دماغي هتنفجر. ما فطرتش وما عملتش اي حاجه. يعني دلوقتي الساعه 11 ونص. صحيت الصبح، نزلت الولاد، وديتهم المدرسه، عندهم امتحان النهارده، اول يوم امتحان، بس الامتحانات ليه الحاجات الخفيفه. فقلت بقى لا، يعني لازم استغل الوقت. انا الولاد طول ما هم بره البيت مش عارفه، بيبقى عندي طاقه فظيعه ان انا ممكن اقلب الدنيا يعني واعدلها. طول ما هم موجودين في البيت مش عارفه ليه ببقى متأيده ان انا افكر اعمل اي حاجه. وببقى يعني لا، يعني مش عايزه اكركب الدنيا، مكسله، مش عارفه. يعني ببقى مش عارفه الموضوع ده ايه. المهم ان هشرب بقى دلوقتي الشاي، وهعمل حاجات كتير، وفي حاجات اشتريتها من السوق. اشتغلت على مدار كذا يوم بصراحة، يعني مش النهاردة بس. لان انا عشان ظهري تعبان، فمش بقدر اجيب كل حاجة مرة واحدة. وصدقوني في كل يوم كنت بجيب فيه برضو، كنت بجيب حاجات كتير قوي، بطلع بفضل مطلعة نازلة يجي 3 4 مرات. يلا الحمد لله ان الواحد واقف على رجليه. هفطر كده حاجة بسيطة. ده بقسماط، انا اول مرة اجيبه من فتح الله. بس هو بالردة وبالدقيق القمحي كامل، مش بالدقيق الابيض. فهفطر كده واكمل معاكم، نشوف هنعمل ايه النهارده. صباحكم فل. يلا بقى تعالوا نشوف بقى هنبتدي بايه. ده كده الخضار اللي انا كنت جايباه على مدار يومين. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه، بس الدنيا حر قوي قوي قوي. لم شعري بس الاول كده، عشان ما يحرنيش. لسه ما غيرتش هدومي اصلا، مش عارفه، احتمال في مشوار كده عليا، يعني خايفه ميعاده يجي فافضل البس واقلع. بس لا، يعني في الغالب هغير هدومي عشان اعرف اقضي. اعمل يعني اللي ورايا. تعالوا بقى هنفتح الشنط كده، وهحاول اقول لكم الاسعار اللي انا فاكراها. هحاول. يلا تعالوا. يلا بقى، يلا نشمر عشان الكومنت دي فاتحه وهتتبهدل. بصوا بقى، انا جبت الصينيه بتاعتي الكبيره. اللي متابعني عارف دايما انا بحب ارص حاجتي هنا، هو اقعد ايه اظبط بقى فيها. تمام، نعمل كده اهوت اهو. متقليش. بصوا ده كده البطاطس. دي كانت بطاطس صغيره، انا كنت جايباها كان الكيلو ب10 تقريبا، اللي هي صغنونه خالص. دي بقى بستخدمها ايه في لما بسلق. تمام، ادي كده البطاطس. طبعا المفروض البطاطس، يعني ماما دايما تقول لي لازم نسيبها في مكان متهوي. لو احنا جايبينها بكميه كبيره عشان الحر طلع بقى خلاص، ما ينفعش تبقى مكمكمه كده او محطوطه في شنط او كده، لا ما ينفعش، لازم نهويها. بس انا بصراحه يعني هحاول ان انا اخزن منها جزء في الفريزر، في جزء هقطعه اللي هو في يعني صوابع، وفي جزء هعمله مهروس. يعني في الغالب مش هفضل سايباها كده بحالتها دي، يعني انا مش جايبه كميه كبيره. جايبه كميه يعني ايه معقوله، يعني تكفينا مثلا ايه الاسبوعين 3 جايين. تمام. بصوا انا جايبه على كام مره، لان انا زي ما قلت لكم ما بقدرش انزل اشتري كميات كبيره، فبقعد انزل اجيب على كذا مره. الشنطه كمان فيها بطاطس، فيها خليجات، فيها ليمون. الليمون بيتراوح ما بين 22 ل 20 ل 24، بس ابو 20 مش هينفع يقعد خالص. يعني ابو 20 ده يعني محتاج انه يستخدم في نفس اليوم، فانا جبت شويه من ابو 24. حالتهم كويسه. انا جايبه حوالي ربع، ما جبتش كتير، طول ما هو غالي بجيب على القد. بس لما بلاقيه رخيص ممكن اجيب بنص كيلو او بكيلو. فده كده الليمون، خليه هنا كده على جنب. البطاطس بقى قلت لكم رفناها خالص، دي كانت عامله 10. دي بقى عامله ب 13 وب 12 ونص، وفي ب 14 وفي ب 15، على حسب بقى، وانت بقى بتنقي وتشوفي. يعني هي بتتراوح ما بين 13 14 15. تمام. ده البتنجان ده، بصوا هو مش بتاع محشي، بس انا المحشي الصغير كبير غالي، والصغير ده بينقطني بصراحه في العميل، فانا جبت دول، قلت اختار منهم اللي حجمهم معقول ومفروده سيكه، يعني هتصرف يعني. تمام، وانقي منهم شويه واعملهم محشي. والطويل قوي بقى انا ممكن اعمله محشي عادي، بقسمه 2. بصوا هتصرف يعني. المهم انا جبت الشويه دول، كان الكيلو عامل 12. الكيلو كان عامل 12. البتنجان اللي هو بيتعمل محشي لا غالي. تمام، يعني اقل حاجه فيه 16 17 18، يعني اقل حاجه 15، و15 ده كمان ما تعرفيش تنقي فيه يعني. تمام، فانا جبت كده البتنجان الاسود دوت. هحاول انقي منهم شويه اعملهم محشي، وشويه ممكن بقى ايه يعني اللي هو ممكن اعمله اللي هو بالخلطه. تمام، انا جايبه كمان
البتنجان الابيض، لا عشان فتحت نفتحها كده. ده البتنجان الابيض عامل ميه عشان كنت سايباه في التلاجة، بس همسحه دلوقتي قبل ما اشيله. تمام، ادي كده ده البتنجان الابيض. كل ده هيتمسح بمناديل، اللي هستخدم اللي هستخدمه واللي هشيله. بصوا انا جايبه كبير وصغير وكده، يعني هو زي ما قلت لكم الصغير غالي، لكن ده كان الكيلو ب5 جنيه، فقلت لا ده لقطه يعني نجيبه بقى وايه ونعمله اللي نعمله له يعني. اللي ينفع يتعمل يتعمل محشي، يتعمل متدقلق في، انا جوزي بيحب اللي هو متدقلق في الزيت. بصوا هنتصرف يعني. تمام، المهم هنلاقي يعني ابو 5 جنيه ده على فكره متوفر في السوق كتير جدا. تمام، يعني في كل المناطق على فكره. اوكي طيب نرمي ده. نيجي بقى نكمل. نيجي نعمل ايه؟ ادي القوطه بقى انا جبت كميه عشان بس ايه الليمون دول، عشان دول حبه صغيرين فهيقعوا، عشان بقى في حته تاني لوحدها. تعالي شيلهم لوحدهم في المطبخ. هبقى ايه هوريكم لما اكون عايزه اشيل ليمون او اشيل اي خضار يقعد عندي فتره حلوه من غير ما يحصل له حاجه يعمل ايه، رغم ان انا تلاجتي بايظه على فكره، بس هو الموضوع محتاج شويه بس ايه مجهود يعني، بس يعني مش مشكله الحمد لله. ده جزر كان عامل الكيلو 6.5 وفي اقل على فكره، بس ده حالته حلوه. التاني مطفي ودبلان قوي. تمام، الخيار بقى عامل الخيار كان عامل في السوق كله مثلا 10 12، بس ابو 10 بصراحه دبلان خالص. تمام، 10 او اقل دبلان خالص، فانا جبت ب 12. انا كنت جايبه اكتر من كده بس العيال طلع منه كيلو. احنا عندنا الخيار ما بيقعدش بصراحه. شنطه كده هتحطي هنا. نيجي بعد كده بقى ايه للقوطه. بصوا دي قوطه ما ينفعش تتخزن، يعني دي لازم تتفرم على طول، بس فيهم كام واحده كده جامدين حلوين، هما كلهم سلام. وبصوا في منهم حتى هتلاقي اصفر. تمام، في راجل كده انا بجيب منه، ده كان الكيلو ب4، ده الكيلو ب4، في ب6.5 وفي ب8 وفي ب10. وخلوا بالكم اليومين اللي جايين القوطه عماله تقع. القوطه هتغلى عشان شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. تمام، فانصحكم اللي يقدر يجيب دلوقتي ويفرزها. وانا هوريكم بقى لما بعوز افرزها بسرعه ونكون مسحومه في كذا حاجه بعمل ايه. تمام، هعملها معاكم ان شاء الله. جبت ايه تاني؟ القوطه زي ما قلت لكم في ب4، بس يعني ب4 دي تلاقيها قليل قوي. احنا عندنا في السوق كله واحد بس اللي ممكن يبيع ب4، اللي هي بتبقى مثلا بصوا عامله كده. هي المفروض ان انا كل مره بجيبها من عنده جامده، بس من ساعه ما الحر طلع قوي فبقت بتبقى طريه شويه. يعني بصوا صفرا كده بس طريه شويه، بس ايه ليها طريقه، ليها يعني صرفه يعني. تمام، شويه بنجر كده يخلوها ايه حمرا زي الفل. بنقي الجامد قوي وشيله على جنب للسلطه. وهو دايما يعني الطماطم بتاعت السلطه دي احنا بنجيبها اول باول. تمام، ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ده فلفل. الفلفل انا جايبه الكيلو، جايباه بكام؟ جايباه ب10 جنيه، بس ده كان لقطه يعني. هو بصراحه الفلفل غالي بقى له فتره كبيره قوي وغالي جدا يعني، لغايه من اسبوع كان ب20 وب25. ده انا جايبه الكيلو ب10 اهو، كيلو ب10، بس ايه حلو جدا جدا جدا. انا قلت بقى يمكن اعمل محشي، فانا بحب بقى بصراحه الفلفل في المحشي. كل ده برده هطلعه. بصوا هو فيه ميه عشان حاطاه كنت في الثلاجه. تمام، انا عندي يعني ثلاجه مش حلوه يعني، بتبوظ الاكل كده، فانا ايه بس انا طبعا لما بكون جايبه وطالعه بصراحه ببقى تعبانه جدا، مش بقدر اوضب الاكل في نفس اليوم، فانا ايه هوضبه كل النهارده. ده اللي هشيله لازم امسحه وهلفه وهوريكم بلفه ازاي. جبت ايه تاني؟ جبت بتنجان. النهارده يوم البتنجان يا جماعه، يوم البتنجان العالمي. بس ده البتنجان اللي هو الكبير، اسمه ايه؟ الرومي. تحسوني عندي زهايمر يعني. تمام، اهو ده كان عامل برضو الكيلو، كان مش فاكره بصراحه كان 5 ولا 6، كان 6.5 تقريبا. تمام، انا ولادي بيحبوا البتنجان جدا، جوزي طبعا يعني هما بيحبوه جنب كل الاكلات خصوصا بقى في الصيام، واخدين بالكم. وجبت البصل الاحمر طلع يا جماعه، وكمان بقى رخيص دلوقتي. بصوا في ب12 وفي ب10، وكان من كام يوم كان ب15، بس هو بدا يرخص يعني. بس انا بقى ما جبتش ايه، انا ما جبتش الكبير، لان الاحمر دوت انا بنحب نستخدمه مثلا على السلطه جنب البصاره جنب العدس الكلام ده كله، فجايبه ايه كله صغير. بس طبعا برده المفروض اطلعه من الكيس عشان الدنيا حر. تمام، هظبطه دلوقتي. اخر حاجه معايا جبت خس. انا جايبه ال4 خصات ب10 جنيه. دول 3. انا كنت جايبه 5 ب10 جنيه. هو المفروض ال4 بس الراجل اداني واحده زياده. تمام، دول 3 منهم. احنا امبارح والنهارده كلنا 2. احنا بنحب البط خس جدا. بس الخس مفيد قوي 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 يعني. كل الخضروات طبعا الورقيه مفيده جدا.
ادي كده ده الخضار، هسيبه بقى يتهوى شويه كده، وامسك حاجه حاجه امسحها واظبطها واشيلها. بس هسيبه كده يعني شايفين؟ بصوا الميه، بصوا الميه من الثلاجه، كان جوه كيس الثلاجه، بصوا الميه عامله ازاي. كل ده هيتظبط. بس هسيبه يعني هجيب طبق كمان، هجيب صينيه كمان افرد عليها الفلفل والبصل، واسيبهم كده يتهووا شويه. هو من الحر هينشف، عشان لما اجي اعملهم بالمناديل انجز وقت يعني. عقبال ما اسيبهم يتهووا شويه هدخل اغسل المواعين عشان اشوف هعمل للعيال غدا ايه. ربنا يسهل ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم ده جزء من المواعين، انا ورايا المطبخ كله مليان مواعين، بس احنا هنبتدي بدول، هنشيل بس الحاجات اللي انا كنت سايباها تتصفى بسرعه. ويلا بقى نبتدي وندردش اثناء فقره المواعين. انا عايزه اقول لكم ان انا في ناس كتير قوي بتقعد تقول لي يا نهى هو انتي بتعملي حاجات كتير، انتي يا بنتي بالراحه على نفسك، مش عارف ايه الكلام ده كله، وفاكرني بقى ان انا ايه بهد الدنيا وببنيها كل يوم. على فكره بالامانه انا بيبقى كل يوم ورايا مثلا يعني 10 حاجات، انا بلحقش اعمل منهم 3 4 حقيقي. لاني انا صحتي يعني مش بقدر ابذل مجهود متواصل، زائد انه عليا مسؤوليات كتير مختلفة بره وجوه. يعني مثلا نيجي في اليوم النهاردة، انا الصبح وانا بكلمكم وكنت لسه يا دوب هبتدي اشرب حاجة وبتاع، وبنسق اليوم هعمل فيه ايه والكلام ده كله. طبعا ان انا طلعت الخضار وقعدت انشف فيه والكلام ده كله. المقطع ده انتوا لسه هتشوفوه بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. وبظبط الخضار والكلام ده كله. ده خد مني وقت تمام، ورغم ان انا ما عملتش كل حاجه، يعني ما ظبطتش كل حاجه، سبت جزء هكمله تاني يوم. مثلا المواعين، انا قعدت اغسل مواعين كتير جدا، بس ما خلصتش كل المواعين اللي في المطبخ. خلصت بس اللي كان في الحوض، والباقي بصراحه ما قدرتش اكمله، كنت هريح شويه وبعدين اكمله كمان، عشان كنت اشوف هغدي الولاد ايه وكده. بعدين الوقت يعني جري بسرعة، ولقيت الوقت اتأخر، وانا كان عندي مشوار كان لازم اعمله. فاضطريت اني انزل اروح. مشوار كان بعيد شوية، يعني مثلا نتكلم في سواقة رايح ساعة، وسواقة راجع. وهناك في المشوار قعدت مثلا اقول نص ساعة، ساعة الا ربع كده، ففي حوالي 3 4 ساعات ضاعوا في المشوار دوت. رجعت يا دوب غديت الولاد، وحرفيا كنت خلاص جايبه اجاز. مش قادره، يعني مش قادره، اللي هو انا فصلت. طب انا فين كل الحاجات اللي انا كنت عايزه اكملها؟ عايزه اقول لكم ان الغسيل، انا بكلمكم بسجل فويس مش قادره اقوم انشر الغسيل، مش عارفه هعمل ايه. بس في الغالب هنشره على الستاند علشان يتهوى وما يكمكمش، لان البلكونه كانت محتاجه تتمسح قبل ما انشر الغسيل، وانا مش قادره امسح البلكونه، وما اقدرش انشره والبلكونه فيها تراب. هيتبهدل الغسيل وهيجي عليه تراب وكده. فهحطه على الستاند دلوقتي. وانا حاليا يعني وانا معاكم، انا كل اللي بفكر فيه اخش انام. انا من امبارح للنهارده نايمه 3 ساعات متقطعين، يعني بجد مش قادره اوصف لكم. هموت وانام يا جدعان، هموت وانام يا جدعان. المهم ان انا النهارده ما قعدتش ركزت مع العيال خالص، قعدوا مستنيني طول النهار عشان اقعد جنبهم اشوفهم بيراجعوا ايه بيعملوا ايه بتاع، وفضلوا مستنيين طول النهار ان انا افضل اقعد جنبهم. ما عرفتش. هحاول بقى بكره ربنا يسهل ان شاء الله. احنا داخلين على يومين صعبين قوي، والولاد يعني نفس حالتهم النفسيه مش قد كده. يعني احنا الظروف اللي احنا فيها بقالنا سنتين مش سهله، بس احنا بنحاول يعني كده نعدي الامور ان شاء الله خير. بس اشوفكم على خير.